مهاجم المنتخب المغربي يوسف النصيري يواصل التوهج مع فريقه فينربخشة بإحرازه هدفين في بطولة كأس تركيا. واصل المهاجم المغربي يوسف النصيري انتفاضته الهجومية رفقة فينربخشة بعد أن قاده مجددا للفوز على فريق إرزورumspor 5-0 ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس تركيا. وتمكن المهاجم المغربي من إحراز ثنائية في المباراة، الهدف الأول جاء في الدقيقة 81 والثاني أحرزه في الدقيقة 89، مؤكدا عودته للتوهج بقميص النادي التركي هذا الموسم. ويملك مهاجم المنتخب المغربي كذلك 13 هدفا في الدوري التركي الممتاز، ويحتل الوصاف هداف المسابقة بفارق 5 أهداف عن المتصدر المهاجم كريتسوف بياتيك، علما أنه يملك 3 تمريرات حاسمة. ومن جهة أخرى يملك المهاجم المغربي في رصيده 4 أهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي، مع تقديمه تمريرة حاسمة واحدة بعد مشاركته في 8 مباريات مع فريقه فينربخشة لحد الآن. يشار إلى أن يوسف النصيري كان قد انتقل في الصيف الماضي إلى صفوف نادي فينربخشة قادما إليه من نادي إشبيلية الإسباني. يذكر أن المهاجم المغربي كان قريب من الرحيل عن الفريق التركي بسبب الانطلاقة المتعثرة له، وأشارت العديد من التقارير آنذاك أن اللاعب قريب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة نادي النصر، لكن المدرب المثير للجدل البرتغالي جوزيه مورينيو لم يسمح له بالرحيل عن الفريق. وقال المدرب البرتغالي في إحدى التصريحات أن المهاجم يوسف النصيري يحتاج لبعض الوقت ليتأقلم مع أجواء الدوري التركي، وسيعود للمستوى الذي كان يقدمه في الدوري الإسباني مع نادي إشبيلية. وهذا ما أكده المهاجم المغربي لحد الآن، يحرز الأهداف في كل أسبوع سواء في الدوري التركي أو في المسابقات الخارجية، ويتوقع له العديد من التقنيين في تركيا أنه سيكون هداف البطولة التركية لهذا الموسم.